خليك صريح مع نفسك. عمرك ما حسيت قبل كده انك واقف في مكان عادي جدا، بس فجأة قلبك بيتقبض من غير سبب؟ لا شفت حاجة ولا سمعت صوت، بس احساس ان في حاجة مش مظبوطة. الاحساس ده ناس كتير بتتجاهله، وناس تانية تفهمه متأخر. بس النهاردة هحكيلك عن موقف حصل قدام ناس كتير في شارع مليان وفي عز النهار، ومع ذلك اللحظة دي اتحفرت في كل دماغ كل اللي شافها. مش بس عشان اللي حصل كان مرعب بشكل واضح، لا، عشان كان غامض. أهم حاجة تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واكتبوا تعليق حلو كده، ويلا بينا. اليوم كان عادي جدا، يوم شبه أي يوم. الشمس في نص السما، محلات فاتحة، ناس رايحة مشاورها وشغلها، وناس كمان راجعة من مشاورها. طفل بيجري ورا الكرة وبيلعب بالكرة، راجل بيتكلم في التليفون، ست واقفة قدام محل. مفيش موسيقى رعب، مفيش انذار، ولا حتى حاجة بتقولك خد بالك. ووسط الزحمة دي كان في شخص محدش واخد باله منه. الشخص ده كان ماشي طبيعي جدا، خطوة ورا خطوة، وفجأة وقف. ولا حد خبطه، ولا عربية عدت جنبه، ولا تليفونه حتى رن. وقف، وكان حد ضغط زرار إيقاف مؤقت. الناس في الأول ما اهتمتش، وكل واحد بيكمل طريقه. بس لما الدقايق عدت فضل واقف بنفس الوضع. وهنا بدأ الانتباه. واحد واقف يراقب، وواحد قال إنه يمكن تعبان. حد ضحك وقال أكيد بيصور فيديو. بس مفيش موبايل، مفيش حركة، مفيش نفس حتى. واحد قرب، ندى عليه، مفيش رد. لمس كتفه، ايده كانت ساقعة بشكل مش طبيعي. في اللحظة دي الضحك اختفى والهمس بدأ فجأة من غير أي مقدمات. الشخص ده رفع عينه ببطء شديد، وكأنه مش شايف اللي قدامه. وبعدين ابتسم بطريقة غريبة، ابتسامة خلت أكتر من شخص يرجع خطوة لورا، وكلهم كانوا مصدومين. مش ابتسامة واحدة مبسوط، ولا واحد مجنون، ابتسامة تحس إنها مش ليك. بعدها بثواني جسمه وقع على الأرض من غير صرخة ومن غير صوت. الإسعاف وصلت والشرطة وصلت. المكان اتقفل بس شوية. الفحص ما طلعش بحاجة، مفيش سبب واضح يخليك تطمن. بس الغريب إن أكتر من شاهد قال نفس الجملة رغم إنهم ما يعرفوش بعض. إحنا حسينا إن الشارع كله سكت فجأة، ولا صوت عربيات، لا دوشة، ولا حتى أصوات ناس تاني. بس كانت كافية تسيب أثر. السؤال هنا مش الشخص جراله إيه، السؤال ليه الإحساس كان جماعي. هل العقل بيقدر يخدع ناس كتير في نفس اللحظة، ولا في حاجات بتحصل حوالينا وإحنا مش فاهمينها؟ فكر كده معايا، لأن مش كل حاجة هتفهمها معناها إنها مش حقيقية. ولو القصة دي لمستك سيب رأيك، واعرف إن في قصص أكتر لسه ما اتحكتش. ومتنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان نحكي قصص أكتر. وسلام.